صباح الفل او يا مساء الفل حسب ما بتشوفونا فيه. الحقيقه يا ريت اتمنى منكم الاشتراك في القناه ودعم الفيديو باللايك والشير عشان خاطر يوصلكم كل اشعار مننا باي فيديو جديد. النهارده حبيت اجيب لكم منطقه وسط البلد والتجديدات اللي حصلت في العمارات اللي هي تقريبا عمارات مميزه على مستوى محافظه القاهره. منطقه وسط البلد منطقة تتميز بالعمارات بتاعتها اللي هي تحفة معمارية وبتدي يعني شكل مميز لمنطقة وسط البلد اللي بتخلي يعني ان هي تعتبر فريدة من نوعها عن اي مدينة في القاهرة. ولكن طبعا كانت الايام والسنين لانها كانت بقالها فترة طبعا معمولة ايام والسنين والدخان والاتربه والحاجات دي كلها كانت خلت العمارات زي ما انتم عارفين ان هي كانت وسخت. ولكن طبعا المحافظه مشكورا يعني نزلت قرار بان العمارات دي تندهن وترجع وتتظبط وتبقى احلى من الاول كمان. الحقيقه طبعا حته موضوع ان هو توحيد اللون دي خلت بصراحه منطقه وسط البلد وميدان طلعت حرب منطقه رهيبه جدا جدا زي ما انتم شايفين. العمارات كلها اتوحدت باللون الواحد، خلاف كده بقى الاضاءات الليد اللي اتوزعت على واجهات العمارات. الحقيقه المنطقه بقت تحفه جدا 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 جميله جدا جدا، خلت ميدان طلعت حرب بقى حاجه تانية خالص. طبعا يا جماعه جميع الشوارع اللي بتتفرع من طلعت حرب كلها نفس الحكايه دي. انا حبيت اوريكم نموذج واحد لان كل وسط البلد هيبقى بالطريقه دي كلها. كل الشوارع الجانبيه اللي هي بالطريقه دي اللي بتتوزع وتتفرع من ميدان طلعت حرب هتبقى بنفس الطريقه اللي انتم شايفينها والجمال اللي انتم شايفينه ده. الحقيقه طبعا مشكورا المحافظه بصراحه، حاجه يعني جهد بصراحه يتحق يعني ان الناس تشكرهم عليه بصراحه. يعني بنرجع تراث بلدنا ونرجع جمال بلدنا لايام زمان. وهسيبكم بقى تعيشوا في الاجواء بتاعت وسط البلد والجمال والمتحف المصري. الحقيقه يا جماعه الواحد ما بيشبعش من وسط البلد وجمال وسط البلد. والحقيقه وسط البلد راحت في حته تانية خالص بصراحه بعد ما اتظبطت وبقت في حته تانية خالص. وادي المنطقه اللي هي بتاعت التجديدات بتاعت منطقه المتحف المصري. فهسيبكم بقى ايه مع الاجواء دي تنبسطوا وتشوفوا الايه الجو اللي احنا عشناه. كان يوم جميل بصراحه. اشكركم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you.